البقاء لله. شد حيلك يا حسن. شد على الله يا عم. عزيز كان ابننا، طول عمره كان من أحسن شباب الدار وأطيبهم. الشيخ سلامة رحمة الله عليه كان دايما يقول كده، لكن هنعمل ايه؟ ادي حال الدنيا، الطيبين هم اللي بيروحوا. عندك حق، الله يرحمه. كان أكتر من أخويا، عشرة عمري وسنين كتير قوي مع بعض. عمار قال لي ان موسى هو اللي ورا اللي حصل للدار. اتأكدت من المعلومة دي؟ يا عم اتأكدت، وعشان كده أنا قاعد في النجع. مش همشي من هنا غير لما آخد طار عزيز ورحمة. محتاج حاجة؟ ربنا يخليك يا عم، لو احتجت أي حاجة هكلمك على طول. خلي بالك من نفسك يا حسن. اسمع، انا مش عايز الغضب يعمي عينيك، عشان تعرف تخطط كويس للي هتعمله. موسى حكم على نفسه بالإعدام. ربنا يخليك يا عمي، كله على الله، متقلقش. ونعم بالله. السلامة يا حسن. زعلت قوي يا عمار على عزيز. عاش طول عمره مسالم ومات بطل. عزيز طول عمره عشرة عمرنا، أكتر من 20 سنة عايشين مع بعض في مكان واحد. الله يرحمك يا صاحبي. هننزل اعد النجع ده على اللي فيه واجيب الواد ده من تحت الارض. لا يا يحيى، أنا عايز حسن هو اللي يعمل كده، هو اللي ياخد طاره بإيده. دي مراته وصاحب عمره. على العموم انا كلمته في التليفون وقلت له انا معاه في اي حاجه يعوزها. أنت ما حضرتش الدفنة مع عمار؟ لا للاسف، كان عندي شغلانه كده برتب لها. شغلانة إيه؟ مفيش، بحرق اراضي فلوس كاش عشان اوفر سيوله، وانا واقع تسند الزير برضه في الازمه اللي احنا فيها. أراضي إيه يا يحيى؟ اراضي الاسماعيليه اللي على الطريق الصحراوي. تمام تمام. عديت عليك النهارده يا عمو في المحل. محمود قال لي ان انت ما بقتش تنزل من ساعه ما عماد الله يرحمه مات. ايوه يا بنتي، انا اصلي بقيت اتعب شويه. السن بقى هنعمل ايه؟ طب يا عمو مش عايزني اقوم اعمل لك اكل ولا اي حاجه؟ لا يا حبيبتي، ما تتعبيش نفسك. شمس عملت لي كل حاجه قبل ما تنزل. المهم انت طمنيني عليكي وعلى احوالك، عامله ايه وناويه على ايه؟ والله يا عمو انا ناويه اخلص اخر سنه جامعه، اشتغل الهي نفسي في اي حاجه. امل، انت عارفه ان انت زي شمس بنتي، وعارفه قد ايه انا بحبك. وانا كمان والله يا عمو بحبك زي بابا بالظبط. شوفي نفسك يا بنتي، شوفي نفسك. واكيد عماد الله يرحمه حاسس بيكي وبيتمنى اليوم اللي يشوفك فيه مبسوطه. بس انا كنت عمري ما كنت مبسوطه غير وانا مع عماد. تعيطي ليه يا بنتي؟ وحيد الله يا حبيبتي، كفايه. خلي عماد يفرح بينا وبلمتنا. حاضر يا عمو. انت عارفه الحاجه الوحيده اللي كان بيكرهها عماد في حياته العياط، كنت متاكده من الحكايه دي. صح. ايوه مين؟ خليك يا عمو شوف. شوفي مين يا بنتي.
شقه الحاج ذكري النجار؟ مظبوط. هو موجود؟ موجود. عمو في ظابط بيسأل عليك. ده اكيد من صحاب عماد الله يرحمه، جاي يشقر عليا. خليه يتفضل. تعالى اتفضل. اتفضل يا ابني، اتفضل يا حبيبي. حضرتك الحاج ذكري النجار؟ مظبوط يا ابني. طب حضرتك صاحب محل السلاح اللي في اخر الشارع؟ ايوه. تمام. طب ممكن حضرتك تتفضل معانا؟ ليه يا ابني خير؟ احنا فتشنا المحل لقينا فيه سلاح ممنوع. سلاح ممنوع عندي انا؟ تمام. مش ممكن يا ابني، مستحيل. اكيد في سوء تفاهم. طب ممكن حضرتك تتفضل؟ طيب حاضر. اتكل على الله انت يا امل يا بنتي. يا عمو سيبك ازاي بس، هاجي معاك. يا بنتي ما تقلقيش عليا، اكيد في حاجه غلط. اتكل على الله. دقيقه واحده يا ابني، اغير هدوم واجي معاكم. اتفضل يا حاج. ماضينا عقدين النهارده، دول هيشيلوا القناه لمده الكام شهر الجايين، زي ما يكون وشك حلو على القناه. طبعا وش حلو على القناة، بس أنا كنت عايزة أسألك في حاجة. يعني هو أنا هكسب من القناة دي إمتى؟ يعني همسك فلوس في إيدي إمتى؟ شكلك يا مدام ماجي ما بتحبيش تضيعي وقت. هي الحياة إيه غير عبارة عن وقت؟ انا ابتدت دماغك تعجب، وعشان كده هفهمك الليله بتبقى ماشيه ازاي. بصي باختصار، يعني انت كسبتي من العمليه الاخيره دي قرشين، لو جيتي تحطيهم في البنك هيسالوكي من اين لك هذا. ساعتها هتوريهم العقود اللي بتمضيها القناه بتاعت الاعلانات، اللي هي اصلا معموله عشان كده بس. يعني معظم الاعلانات اللي بتشوفيها بتبقى المنتجات يا اما خسرانه يا اما وهميه، وطبعا بتبقى بقيمه اعلى من قيمتها بكتير. يعني إيه؟ يعني كل عقود الإعلانات اللي عندنا دي وهمية ولا حاجة؟ يعني منظر؟ بالظبط. بس ده ما يمنعش ان في الحالتين الفلوس معاكي. هو انت فارقه معاكي ازاي؟ ولا انت كنتي فاكره ان القناه هتبقى مشروع بجد وتكسبي منه؟ وليه لأ؟ قصدك ايه؟ قصدي ليه ما نغيرش الإدارة كلها بتاعت القناة ونجيب ناس متخصصين ونخليها قناة بجد يتفرجوا عليها كل الناس؟ هتكسبي كام يعني من القناه في الاخر؟ بصي انت لو قارنتي اللي انت بتكسبيه دلوقتي هتلاقي ان القناه مش مستاهله التعب اللي انت عايزه تتعبيه عشانه. أنا عايزة أعمل القناة دي عشان بنتي. البضاعة توصل في الزمان والمكان اللي اتفقنا عليه، وانا وعز اللي هنستلمها من هارون. وانا وادهم عندنا ترتيبات تانية هنعملها. ترتيبات ايه؟ هنستنى البضاعة اللي هتجيبوها لنا انت ويحيى. وادهم دلوقتي زمانه بيرتب العربيات اللي هتنقل البضاعة. اتأكدت ان الرجالة كل واحد عارف هيعمل ايه؟ ما تقلقش يا يحيى. على البركة. ما هي حاجه تجنن برضه. الظابط مكلمني ومأكد لي ان السلاح طالع من محل عم ذكري. يعني ممكن ايه يا يوسف؟ انت تقصد بجد ان بابا بيعمل كده؟ انا ما قلتش كده، انت طلعتي فيا كده ليه؟ انا خايفه قوي يا يوسف. اهدي بس وخلينا نعرف نفكر. طب ممكن يبقى محمود هو اللي عمل كده من ورا عم ذكري؟ لا مستحيل محمود يعمل كده، بابا هو اللي مربيه. الله، هو كده مفيش حل تاني. ما تزعليش مني يعني يا شمس، يا محمود يا عم ذكري. وبعدين احنا عايزين نعرف هنقول ايه للظابط اللي احنا رايحين له ده. انت ما لاحظتيش على محمود الفتره اللي فاتت دي اي سلوك غريب او موقف غريب؟ انا مش قادره افكر، اهم حاجه ان بابا يطلع من السجن. تقلقيش، انا هتصرف. بابا مش هيقدر يستحمل السجن يا يوسف. يا ستي قلت لك ما تقلقيش، انا هتصرف. وبعدين السجن للجدعان. خلاص انا اسف، كان قصدي اهزر معاكي يعني. انا عايزه عماد اخويا. استغفر ربنا يا شمس. وبعدين يعني انا ما كنتش قصدي اضايقك باي كلام بقوله، انا كان قصدي اهديكي. انت مالكش ذنب يا يوسف، كتر خيرك على كل حاجه بتعملها. بس عماد لو كان عايش ما كانش اي حاجه من دي ممكن تحصل. هو عماد يعني كان هيغير القدر؟ وبعدين والله العظيم ما هسيب عم ذكري. والظابط مأكد لي كمان ان هو قاعد عنده في المكتب. يعني بسيطه ان شاء الله. يا رب، ربنا يستر. ربنا يستر. عارف يا غريب، أنا صدقتك وفتحت باب قلبي للنصيب بعد ما حلفت إني عمري ما هفتحه لحد واصل، وأظن من حقي إني أعرف.
عايز تعرفي ايه يا عيشه؟ انت مين؟ انت مين وحكايتك ايه؟ هقول لك على كل حاجه، بس في وقتها. هقول لك على كل اللي جوايا، هقول لك على كل الهم اللي شلته من سنين، وكان نفسي ارميه على حد عشان قلبي ما عادش متحمله. صدقيني يا عايشة، أنا محتاج أحكي لك أكتر ما أنت محتاجة تعرفي. هقول لك يا عايشة، بس مش دلوقتي. لا يا غريب، دلوك يا غريب، دلوك عشان خلاص يا غريب، ما بقيش فيه وقت. شكرا يا عايشة، شكرا إنك دلتني ليه. حسن، وصلتك لمين يا حسن؟ في ايه وعاوز ايه؟ عايز العدل. مش هو ده اللي انت كنت بتنادي بيه؟